السلام عليكم. الموضوع تاع اليوم حكى عليه شفتو، يعني صراحة تفكرتو خاطر كي شفت دكتور زكريا شامخ حكى عليه، شفت مام دكتور بونقطع حكى عليه. انا حكيت عليه من قبل بصح جامي حكيت عليه باسهاب، يعني ما طرقتلوش بالتفاصيل باش الناس تفهم علاش حنا كي نهضروا على الموضوع هذا شغل نسخنوا، شغل تحسوا بلي الطبيب هذاك زعاف شغل. فهمتوني؟ ان شاء الله يكون الصوت مليح. برك اذا كان الصوت مليح تعيشوا اعطوني برك كومونتير بلي الصوت راه مليح هكذا باش نقدر ندخل في صلب الموضوع مليح. المسميات الطبيعيه والمسميات غير طبيعيه، وخاصه كان مسميات شبه طبيعيه، يعني مديكلارينها طبيعيه بصح ماشي طبيعيه. اولا باش نفهموا الجسم تاعنا كيفاش متكون، كيفاش واحد يسمن، كيفاش واحد يرقاق، وشنو من الحاجات المهمه اللي تدخل في الموضوع هذا. الجسم كاين الجينات تاعو، يعني كاين الوراثه تاعو اللي تقول باللي هل الانسان هذا يخرج رقيق ولا هل الانسان هذا يخرج سمين. وقتاش نروحوا عند الطبيب؟ في معظم الاحيان نروحوا عنده اذا كان الانسان نقص في الميزان بالخف. هنا معناتها راه كاينه ناميغريسمون، معناتها راه شيان بالخف، يعني الميزان تاعو تناقص بصفه متسارعه، مثلا نقص 3 كيلو في الشهر الى اخره. هنا لازم يروح عند الطبيب، لان الطبيب لازم يبحث على الاسباب التي ادت الى فقدان هذا الوزن. الاسباب التي تؤدي الى فقدان هذا الوزن في معظم الاحيان هما نقص الغذاء اللي راهو يلحقوا، ولا نقص الامتصاص تاع الجسم لهذا الغذاء والاستعمال تاعو، سواء كانت عنده لا دياري مثلا اسهال حاشاكم، ولا كان عنده مشكل في الامعاء اللي يؤدي الى امتصاص اقل للاكل، ولا الانسان هذا كلا ماكله بكميه قليله بزاف، ولات عنده نانوريكسي يعني ولا عنده فقدان شهيه بطريقه حاده. مانيش نحكي على الناس اللي الشهيه تاعهم على العام ناقصه، هذه حاجه واحده اخرى دوك ندوروا ليها. ولا الناس اللي عندهم انفلاماسيون ولا انفيكسيون، يعني يعني عندهم التهاب، ولا عندهم ميكروب راه في الجسم تاعهم، ولا عندهم لا قدر الله اي حاجه مرض اللي راهو يؤدي الى التهابات ويؤدي الى النقصان تاع الوزن على المدى الطويل. ولا ناس اللي عندهم مشكل هرموني ليؤدي الى نقص الميزان. وشنو المشكل الهرموني اللي يؤدي الى نقص الميزان؟ هو اما زياده كبيره في الهرمونات تاع الغده الدرقيه، يعني فرط نشاط تاع الغده الدرقيه، ايبرتيرويدي بفرنسي، هذا هو اللي مشهور فيهم كاع. ولا عنده مرض يؤدي الى نقص الاستعمال تاع السكريات اللي ياكلهم، مثلا السكر خاصة السكر نوع واحد تاع الناس اللي يديروا الانسولين كي يكونوا هذو نحكمهم، راح يؤدي الى ارتفاع نسبة السكر في الدم. بصح هذاك السكر اللي باش يدخل الخلايا باش يستعملوا جسم الانسان ما يدخلش، وبالتالي الانسان هذاك راح يشيان، يولي فمه ينشف، يشرب الماء بزاف ويبول بزاف حاشاكم. بصح هادو باش يكونوا كاينين يكونوا لما الانسان هذا طلع له السكر بصفه سريعه جدا، يعني السكر نوع واحد تاع الانسولين ولا السكر نوع 2 تاع الكبار هذاك اللي طول بزاف ما داواش، يعني طلع له لدرجه كبيره وادى الى هذه الحاله، يعني ولا الجسم تاعو كيشغل ما كاش كاع انسولين، ماغري هو راهو عنده سواء نوع واحد اللي ما عندوش صح انسولين، ولا نوع 2 اللي عنده بصح خلاص شغل لحقت نقصت الكميه تاعها لدرجه وين ولا ينقص في الميزان. ولا كان سبب هرموني اللي الناس كثيره ما تعرفوش، اللي هو الخمول تاع الغده الكظريه، يعني نقص هرمون الكورتيزول. النقص تاع هرمون الكورتيزول يؤدي الى نقص الميزان هو ثاني، ونقص الشهيه، يؤدي الى الدقديق يكون فاشل دائما. وشوفوا مليح على هذه النقطه، النقص تاع الكورتيزول، لان راح نعاود نرجع لها. هذو الاسباب عموما التي تؤدي الى نقص الميزان عند الناس. دوكا كاين الناس اللي الميزان تاعهم من بكري رقاق، ولا الشهيه تاعهم من بكري ناقصه، ولا البنيان الجسماني تاعو من بكري رقيق، خلقوا ربي رقيق وماذا به يسمان. واش نها الطريقه اللي تعاونوا باش يسمان؟ اول حاجه لازم الاكل تاعو يكون فيه مكونات اللي يقدر الجسم يخزنهم على شكل شحم مع الوقت.
ويكون فيه تاني مكونات اللي يقدر الجسم تاعو يخزنهم على شكل اللحم، يعني عضلات. كيفاش يخزنهم على شكل عضلات؟ لازم يدير رياضه. دونك كاين تمارين رياضيه، وكاين بزاف لي كوتش كيما مثلا كوتش عبد الوهاب بن مبارك، دوك نطاقيه لكم في لي كومونتير، يقدم برامج غذائيه متوازنه مع برامج رياضيه بزاف شابه اللي تسمح مع الوقت باش الانسان يسمن. اختصاصيي التغذيه يديروا ثاني ريجيمات اللي يعاونوا باش يسمنوا. بصح باش نكون صريح معكم، لو كان واحد يدير لك زعما ريجيم اللي يكون قاسي بزاف، اللي يبدل لك بزاف العاده تاعك على ضربه، راك ما راحش تطول، ما تشدش، تبدا خطره زوج ثلاثه، من بعد مع الوقت تعيا وتلاشي وراح كلش. خاطر ما تبعش هذاك الحماس اللي يحكمك مع الاولى، تقول بلي واه انا عندي الاراده وانا جريندايزر والبطل المغوار. لا لا، ما كاش منها. ما تنساش باللي نتايا الهدف تاعك هو انك راك تحب تبدل المورفولوجيه ولا التكوين تاع الجسم تاعك على المدى الطويل، ماشي تحوس تسمع زوج دقائق ويروحوا. دوك هذيك ما عندها حتى معنى. الحاجه الثانيه، كاين وين يمدوا بعض المكملات الغذائيه اللي تسمح بفتح الشهيه بطريقه مؤقته. بصح تفهموا مليح، الهدف من فتح الشهيه بطريقه مؤقته هو انه تفتح الشهيه، تولي تاكل زياده، بصح في نفس الوقت لازم تتعلم وشنو الماكله هذه. شوفوا، الملخص المفيد هو انه لازم تاكلوا شويه بروتينات زياده، والاهم من ذلك لازم تاكلوا كربوهيدرات زياده، يعني لي بات والعجين. شتو واش يقول لكم بتاع السكر كاع ما تاكلوش. جينيرالمون هذوك هما الاكلات اللي عندهم الجسم باش يسمن، بصح لازم نعاونوهم ثاني بالبروتينات باش كي دير الرياضه ديرها مليح. وما تظنوش باللي البروتينات معناتها كاين غير في اللحم، لا لا، يقدر المختص يعطيكم ريجيم على حساب البيجي تاعكم، على حساب دراهمكم، وخاصة على حساب طبايعكم، على حساب انت واش تحب، وعلى حساب لو مود دو في تاعكم كيفاش نتوما عايشين. يعني ما تقدرش تقول لواحد اللي ما كاش كاع كيفاه تقول له دير زعما رياضه 5 خطات في النهار، ما عندها حتى معنى. وكي نقولوا دير رياضه ماشي معناتها راح دير رياضه في الصاله. دوكا الموضوع هذا وباين. وشنو انا حاب نحكي لكم على هاد المكملات اللي ياكلوهم، باللي زعما سوا ديزون مكملات طبيعيه اللي تسمح بالتسمين. شوفوا، اول حاجه تحبوا حاجه سهله ما كاش، تحبوا حاجه خفيفه زعما هكذا اللي تفتح لك شويه شهيه. واش كاين؟ سيرتو كاين حبوب الطلع مثلا، كاين هذاك الجينسانغ، صح يقدر ينفع. وكاين بعض الحالات وين يمد لك زعما دواء تاع الالرجي يقول لك شربوه باش تسمان بالخف باش يفتح لك شهيه. كاين اللي يقول لك زعما كل حلبه الى اخره. راح تلاحظوا بلي حضرت لكم على دواء تاع الالرجي مع المكملات، الوغ هو ماشي مكمل. عباكم علاه؟ خاطر والله غير صباح شفت بيبليكاسيون في فيسبوك تقول باللي يبيعوا بيرياكتين ولا ابطاجيل ولا هذاك واحد الدواء تاع الالرجي عند محل تاع كوسميتيك. كارثه، محل تاع كوسميتيك يبيع لك دواء. شوف، لو كان تقول لي بلي زعما تحت اشراف طبيب وعطاك دواء تاع الالرجي وقال لك شربوه لمده معينه باش يفتح لك شهيه برك، باش يعاونك باش ديماري البرنامج الغذائي تاعك، ومن بعد يحبسوا لك وما يطولش به يا ربي سمانه ولا 10 ايام ماكسيموم وينحيوا لك هنا، ولا غير ساباس نورمال جوز. بصح انك تحكم دواء تاع الالرجي وتشربه على المدى الطويل، شوف ركز مليح واش راح نقول لك. راح يسبب النعاس، ينعسك دائما، راح يسبب قله التركيز، راح يسبب لك كونستيباسيون كرشك تيبس، يقدر يسبب لك انه الجسم تاعك يشد البول لمده طويله، ويقدر يسبب لك بزاف مشاكل وقله التركيز، تولي مدبدب مع الوقت. لا لا، ما تاخذوش الادويه هذه، ماشي خبز وماشي مكملات غذائيه. حاجه ثانيه، مام هادو المكملات اللي هضرنا عليهم الهدف تاعهم وشنو؟ هو انه يفتح لك شهيه ودير برنامج غذائي مصباح وانا نهضر عليها. برنامج غذائي وحركه، يعني اكتيفيتي فيزيك، يعني رياضه، يعني حاجه اللي ديرها تبذل فيها مجهود اللي تؤدي الى انتفاخ العضلات تاعك، ماشي تسمان تربي العله ما عندها حتى معنى. والحاجه الاهم انه الحلبه، كي حكيت على الحلبه حكيت على الحلبه الطبيعيه اللي باينه، حلبه طبيعيه باينه، اللون تاعها باين، راه رايحه للقري رايحه وتريح. لو كان تاكل منها بكميات كبيره تولي تريح. هذه هي الحلبه اللي نهضروا عليها. والمده قصيره، الجنسان كيف حبوب الطلع، المهم هادو مده قصيره وترفقها ببرنامج. وكاينه حاجه ثانيه، الا كنت انت حياتك كامله رقيق ما تستناش تولي سمين ديريكت، ما كاش منها. والحاجه الثانيه، وحاجه ماشي ثانيه، المهم حاجه معاها ثاني، هو انك راح تزيد في الميزان تدريجيا. دونك اي واحد اللي يعطيك وصفه ويقول لك باللي الميزان تاعك راح يزيد بسرعه في شهر في شهرين، هذه فيها اللوش. علاه فيها اللوش؟ خاطر خاصه الحلبه الرومانيه، هذا عباد اللي سمعتوا عليها بزاف. ما كيف الحلبه الرومانيه يا اخي؟ كاين حلبه من ولات رومانيه؟ دوكا تقول لي بلي زعما نوع تاع حلبه اللون تاعو احمر، معليش نجوزوها.
بصح الا لقيت بلي الانسان هذا راهو يبيع حالك، يقول لك باللي الحلبه هذه تعطيك نتائج في شهر او شهرين، ويقول لك خدودك يولوا حموره. دوك نقول لك خدودك حموره واش معناتها؟ خدودك حموره معناتها الحلبه الرومانيه هذه ولا كل الادويه ولا شتو ديك تاع تذوقوا منتوجاتنا. نورمالمون هذا الانسان راه يبيع لكم الحلبه الرومانيه ولا يبيع لكم لي كورتيكويد، يعني الدواء اللي مديور مخدوم بهرمون الكورتيزول بصح يكون قوي عليه بزاف. مثلا ديكزاميتازون اللي راكم تروحوا تشربوا فيها هذيك راهي قاويه 32 مره اكثر من الكورتيزول الطبيعي. عباكش معناتها 32 مره اكثر من الكورتيزول الطبيعي. يروحوا يشربوها باش يسمانوا. اولا السمانه اللي راح تكون من لي كورتيكويد هذو اللي يكونوا زياده هي السمانه. شوف اللي يقول لك باللي عندي منتوج يسمنك بالخف ويولوا خدودك حموره في شهر ولا في شهرين، هذا فيه كورتيكويد. ما تقول لي لا طبيعي لا ماشي طبيعي، متريشي يغشوا فيهم كوارث راهم دايرينهم، يروحوا يغشوا بهم ويزيدوهم باش الانسان يسمن. الحاجه الاهم من الحكايه كاع الهرمون تاع الكورتيزول هذا هو راه شنو هذا السمسم بالجنجلان مع الياورت كاع هادو يقدروا يجوزوا، بصح ما تكثرش منهم، ما لازم برنامج بصح. وكي تزيد ما تزيد بزاف، تزيد 2 كيلو 3 ماكسيموم. لازم على الوقت على المدى الطويل باش نحكيو على السمانه نورمال. بصح حتى يقول لك بلي تجيك سمانه بظرف سريع، هنا معناتها راهي فيها لي كورتيكويد. دوكا لي كورتيكويد يا ناس كاين واحد المرض واسمه مرض كوشينغ. اكتبوا كوشينغ مكتوبه سي يو اس اش اي ان جي، روح اكتبها شوف تصاور اللي تلقاهم في جوجل. هذاك هو واش معناتها الكورتيكويد راهم زايدين. دوكا كاين حاجه ثانيه ماكوش عارفينها، هو انه كي يكونوا هذو الكورتيكويد زايدين ويديروا لك كوشينغ، لو كان تروح تقرا في الانترنت تلقى كوشينغ واش يدير؟ يطلع لا طونسيون، يطلع السكر، ينفخ الانسان خاصه في هنايا في رقبته وفي وجهه. على بها سيرتو البنات اللي يكونوا رايحين يتزوجوا زعما يحوسوا وصفه مسمنه سريعه، تقول بقى لي شهر على عرسي راني حابه نسمان. بقى لك شهر على عرسك، لو كان ما جاش مرغوب فيك ما يجيش يتزوج بك. سبحان الله، علاه ديروا هكا؟ علاه؟ والله العظيم غير كارثه. دوك اسمعوا دوك تفهموا. خدودك يولوا حمور على جال كوشينغ. واش معناتها كوشينغ؟ معناتها لو كان تكملي فيها راكي رايحه تسماني مع الاولى تبان لك هنا هكذا، تبان لك شو النتيجه شويه مليحه، ومن بعد تبدا رقبتك تتنفخ، وجهك يتنفخ، حناكك يتنفخوا يولوا حموره زياده. بصح ماشي غير حناكك اللي يولوا حموره، مام يديك ورجليك يرقاقوا ما يسمانوش. يديك ورجليك يرقاقوا ولا ما يسمانوش بطريقه كما يسمان الجسم في الجهه الاخرى. لي موسكل تاعك العضلات تاعك ينقصوا يتاكلوا وتولي شغل مرمده. الاهم من هذا كاع المورال يطيح، يدير لك ديبرسيون، تولي عندك اكتئاب كاريمون. هذه لما والسمانه هذيك نصها راهو ماشي سمانه تاع الصح، خاطر الكورتيكويد هذوك يكونوا زايدين بزاف راح يشدوا الماء والملح في الجسم تاع الانسان، دونك يصاوب لك مشاكل موراها صحه. ومن بعد سيرتو لو كان ديباسي 3 اسابيع وانت تشرب بهم، ولا هذوك المرهوجات الكبار هذوك تاع ديكزاميتازون ولا بيتا بيو كيما اللي يسموه، كل واحد تلقاهم كل واحد يسميهم هما كاع دواء واحد، بيتا ميتازون ولا ديكزاميتازون. داير باش تعرف الاسم الحقيقي تاع الدواء سهله، كي تشوف الباطه تاع الدواء شتا داك الاسم الكبير اللي مكتوب هذاك نون كوميرسيال هو الاسم التجاري، تحته تلقى اسم مكتوب بالصغير، هذاك هو الاسم اللي يعرفوه كاع الاطباء في كاع العالم تاع دواء معين، هذاك هو الحقيقي. معليش انا نعطي لكم معلومه زياده. دوكا هادو نسا اللي راحوا شربوا سواء هذه الحلبة الطبيعية وأخواتها الحلبة الرومانية هذيك الطبيعية اللي تسمنك في شهر وتزيد لك 10 كيلو في شهر، ولا تزيد لك هادو، ولا اللي تروح تشرب ديريكتومون كورتيكويد زعما قافزة، هي تروح عند الفارماسيان ما تشريهاش غالية لقاتها زعما مخ. ومن بعد موراها واش يصرى؟ كي تروحوا تحبسوا الدواء، بون نقطة مهمة عباب اللي هدرت شغل نسيت روحي شوية، والله العظيم والله ما راني نقول بلي ما كانش زعما بريسيون تاع مجتمع ولا بلي كاين مشاكل اللي يؤدوا الى هذا العفايس. على بالي كاين بريسيون تاع مجتمع او يجي يقول لك هذه سمينه راح تموت، واللي يشوفها يقول هاك، ولا غريب ما عقلناكش واحد. ما تتبعوش هكذا يا ودي، خلقك ربي على هيئه، على احسن هيئه. سي تقبل روحك، اول حاجه انك تقبل روحك، راك حاب الناس يتقبلوك لازم تقبل روحك. الحاجه الثانيه كاين طرق طبيعيه اللي حكينا عليهم على الاول كاع اللي قلت لكم، هو نظام تاع التوازن الغذائي ولا الرياضه. وكاين بزاف صفحات قلت لكم بلي ولا غنزيد نهضر عليه، خاطر الانسان هذا باني بلي فريمون انسان سيريو
ومتمكن اللي هو الكوتش وهاب. دوك نطاقيه لكم في لي كومونتير ولا في العنوان تاع الفيديو من بعد. دوكا واش كنا نهضروا على لي كورتيكويد. هاكي تنفختي يا سيدي وما لحقتيش لدرجه حتى وين تنفختي وسمنتي بطريقه بشعه كيما تصاور تاع سيندروم دو كوشينغ اللي نهضر لكم عليها، روحوا شوفوها في الانترنت تفهموا واش راني نهضر. ومن بعد حبيتي تحبسي الدواء. هنا تبدا الحلقه الثانيه. كي تروحي تحبسي الدواء الجسم تاعك راه تعود على هذوك الكورتيكويد بطريقه كبيره بزاف. وكاين واحد الهرمون في الغده النخاميه في الراس اللي هو مسؤول على تحفيز الغده الكظريه اللي هي لا سيغينال اللي جايه فوق الكلاوي اللي تفرز الكورتيزول الطبيعي. كي تجيب لهم انت هادو الكورتيكويد الصناعيين من برا اللي مدوزين بزاف، قلت لكم اللي مدوزين بزاف، اللي تاعهم كبير بزاف بارابور على الكورتيزول الطبيعي، المخ تاع الانسان وهذه الغده النخاميه راح تقول للغده الكظريه ما تفرش هذا الاسيتياش باش الغده الكظريه ما تعاودش تبدا تخدم، باش ما تزيدش هذا الكورتيزول اللي راهو ديجا بدرجه كبيره بزاف في جسم الانسان. وهذا يسبب خمول تاع الغده الكظريه بعد ما تحبس الدواء. المشكل هو انه حتى لو كان تنقصوا لا دوز تاع هذاك الدواء، يعني قبل ما تحبسوه كاع كاين وين تبدا تبان عليكم الاعراض هذه، تولي شغل وارفتو الدواء هذاك، شغل ولا لا دروغ. على بها الناس اللي عندهم امراض تاع روماتيزمات ولا نمد لهم حنا لي كورتيكويد، نمد لهم حنا بدي دوز كبار، نعطوا لهم ريجيم، نقول لهم نقصوا الملح، ونعطوا لهم ثاني ياكلوا الماكله اللي ناقصه سكر وناقصه عجين وهذه باش ما يجيهمش السكر، باش ما يجيهمش لا طونسيون. ومن بعد كي نقصوا لهم الدواء نقصوه لهم تدريجيا 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 تدريجيا، ومن بعد كي نكونوا حنحوه نعاودوا ندخلوا لهم ليدروكورتيزون اللي هو دواء يعوض الكورتيزول الطبيعي، لانه على بالنا بلي الغده تاعهم راهي ناقصه. ومن بعد بالعقل بليزاناليز بالعقل طق حتى نحوه لهم. لهذا كاين ميساج راني حاب نمدو لكل الناس اللي راهم حاصلين الان وراهم يشربوا في هاد لي كورتيكويد باش يسمانوا وكذا، وشافوا هاد لا فيديو ولا نخلعوا ولا كاين حل، ما تخافوش كاين حل، ولكن نروحوا عند الطبيب تاع الغدد يتبعكم يدير لكم لي زاناليز، يمد لكم هذا ليدروكورتيزون بالعقل اللي مدوزي صغير اللي الهدف تاعو هو تعويض الكورتيزول الطبيعي برك، يبدا ينقص بالعقل حتى تلقاو رواحكم. يعني ما تظنوش بلي زعما خلات الدنيا، لا كاين الحلول، كاينين، ولكن واش داك ما تدخل ما تشوف بليس ما تسمي منه، وما تقولش بلي زعما انا نشرب غير 15 يوم 20 يوم برك تكفيني ونفريها وخلاص. ما تسري والو، لانه بعد ما تحبس راك راح تعاود تتفش واحده. حاجه ثانيه راك عارف روحك الخطر تاع الخمول تاع الغده الكظريه اللي يمكن يضرب اكثر من عام باش يتعافى. وكاين حالات في العياده يتبعوا عندي، ربي يشافيهم على كل حال، ربي يشافي تو الموند، والله يبعد البلاء على كل واحد. والله ماني نهضر هكذا زعما بطريقه هذيك زعما تاع وانتوما عباكم شنو حاجه اللي تقلق. كاين حاجه وحيده اللي تقلق اللي دوكا تلقاوها في لي كومونتير، دوك تشوفوا تلقاوها في لا فيديو. اما انتم اطباء لقاو لنا حل، انا نعطيكم حاجه خير، استغفر الله، روحوا عند ربي استغفر الله وقولوا له على هدرتوا لنا رقاق. يا ودي راه كل انسان كيفاش نخلق، مام لو كان تسمان، مام لو كان زيد في الميزان راح تزيد بدرجه معينه. هذا ما كان لو كان تبدا دير في هاد العفايس راك رايح ماشي تسمان زعما بطريقه صحيه ولا تولي بها، ولا راح دير كارثه في روحك. وانا حكيت لكم على الكوارث اللي يقدروا يصراو. نسيت نقطه مهمه، عباكم ملي تكونوا تشربوا هذوك لي كورتيكويد بدوز كبيره بزاف، كان تجيكم ميكروب ولا انفيكسيون ولا يجيك مرض كيما كان كوفيد مثلا، ولا واحد تحكموا ما باليش انايا ابسيدونتير، ولا تحكموا اونجين، ولا تحكموا كاش انفيكسيون، والله غير يقدر يموت بها. خاطر هذه الادويه في الصح راهي مديوره باه تنقص المناعه. الهدف الرئيسي تاع لي دوز تاع كورتيكويد الكبيره اللي من بين الاعراض الجانبيه تاعها هي السمنه، هي انها تنقص المناعه. حنا كي نمدوها للانسان نمدوها له كلشنا توجع، كي نمدوها للانسان باش يشربها في الدواء، خاصه الناس اللي يشربوا في الدواء هذا على جال السبب تاعهم ويظنوا باللي زعما يشربوا هكاك برك، الهدف تاعها هو انها تسمان. الناس اللي عندها روماتيزم راهي تشرب في الدواء هذا راهي حاجه واحده اخرى. طقس الجزائر تعيش عاود بمودي نقدر نخليك تدخل في لايف ماشي مشكل، فهمتوني؟ دونك حذاري والله غير حذاري. وما من الادويه الاخرى اللي مديوره باش تفتح الشهيه برك، سيرتو تاع واسمو يشربوها زعما تاع الالرجي برك، هذيك هي تنفخك واحده. الحاجه الثانيه لو كانت تكثر منها تقدر دير لكم بعد شغل تدبدب، يصير لك نقص تركيز الى اخره الى بزاف عفايس واحد اخرين. الله يعافينا ونتمنى فريمون الشفاء العاجل لكاع الناس اللي حصلوا في البليه هذه، ونتمنى الناس اللي مازال ما حصلش في البليه هذه تقدر تشوف هذه الحكايه.
هذه وحده قالت لك انا عندي خمول من الغده الكظريه بسبب تكمش في الغده النخاميه. ربي يجيب لك شفاء ان شاء الله. تبعي مع الطبيب تاعك، تقدري تبراي ما الا ما بريتيش تقدري تكوني عاديه بالدواء اللي كتشربي فيه، لان نعوضوا به الهيدروكورتيزون، يعني نعوضوا به الكورتيزول الطبيعي. هنا سؤال واحد اخر، قالت لي دكتور جو سوي زون بروغراماسيون بور اون غروسيس ديابيتيك. معليش ينسكموا السكر تاعك باذن الله وتحملي، وان شاء الله ما يكون غير الخير. نتمنى نكون فدتكم في الفيديو هذه. سمحوا لي لا حكيت كلام خاطئ ولا سخنت زياده ولا فريمون، سمحوا لي. طقس الجزائر مرحبا بك، تفضل. كنت معليش اللي حاب يشارك مرحبا به، ماشي مشكل. اللي عنده سؤال واحد اخر ولا يقدر يطرحه بيد ما يدخل معنا. الحل انا سكري نوع واحد والميزان تاعي ضعيف. السكري نوع واحد الميزان تاعو ضعيف لازم يدير الانسولين تاعو ويضبط الجرعات تاعو باش يزيد في الميزان باش ما ينقصش. هذا هو افضل حل الانسان اللي عنده سكري. مرحبا بك. هلا بك دكتور، لاباس بخير؟ الحمد لله الحمد لله، وانت يا صباح راكم ملاح؟ لاباس والله نخاف الحمد لله. مرحبا بك. وقيلا حبيت من المداخله. حبيت نسقسيك. خير ان شاء الله، تفضل. انا عندي زوجة تاعي مريضة بالسكر النوع الاول ديال السكر تاعها ديما طالع. داكور. مع الصباح ديما 3 غرامات 4 غرامات. بالرغم من ذلك احنا كما نقولوا متبعين نظام غذائي. بصح لازم تسقم الجرعات تاع الانسولين ثاني، باسكو النظام الغذائي وحده ما يكفيكش. حاجه باينه الجرعات راهي مسقمه الجرعات. لا شوف، مادام راهي صباح طون 4 غرام ماهيش مسقمه. 3 غرامات الصباح ماشي مسقمه معناتها. كما نقولوا والقايله كذلك بعد الغداء العشاء ديما طالع يوصل حتى اشطه. معناتها ماهوش مريقلي، معناتها الدواء تاعها ماهوش مريقلي كاع. كما نقولوا نروح عند الطبيب، كل واحد واش يقول. كما دوك رحنا عند الطبيب قال لك السكر نتاعك انتيا نورمالمون ما يعطيوكش في البدايه الانسولين، نورمالمون كاشي يمدوا لك الكاشيات الساعه باش من بعد الساعه كما نلقاو حتى حلول الساعه باش نمدوا لك الانسولين هو الاخر، ما نروحوش الانسولين هو الاول. معليش اسمح لي، قول لي برك. معليش نمدوا مثال نورمال. لي دوز لا يديرهم مثلا صباح شحال مثلا؟ نمشي يعني راه يدير 12 وفي الغداء؟ وفي الغداء يدير 15. زيد صافي هكذا رانا 27. زيد. وفي العشاء كذلك 15. صافي رانا 32. لا 2 وشحال، 15 واحد اخرين فوق 27 يعني 27 37 42. زيد. وتاع الليل؟ وتاع الليل عندها 18. صافي 42 و 18 صافي رانا في 60 هكذا. الميزان تاعها زاد كانديسكري انت اللي حبيت قلت لي هكذا. معليش شحال الميزان تاعها؟ 52. 52 صح. معناتها لا دوز تاعها راهي اكثر من اونيتي واحده للكيلو تاع الجسم الانسان. هكذاك والسكر راه يدور في 3 4 غرامات. باش تعرف برك، باش نحطك فكره. دوك انا ماشي اللي تجريح في اي طبيب ولا ما نقدرش ندخل انا دوكا في الدواخل، لا غالب. دوكا هذه تاع كونسلطاسيون، اسمح لي يعني فريمون هذه تاع كونسلطاسيون لازم بزاف لي كونسلطاسيون وبزاف لي كونترول باش نسقموا لها لي دوز تاعها. الله اعلم وشنو بروبليم، بالك لي دوز راهم زايدين، بالك اي حاجه، مي احتمال كبير راهم ناقصين ماشي زايدين، ولا راهم مديورين بطريقه ماشي منظمه مع الماكله. يعني تكون لا دوز زايده ماشي مع الماكله، يطيح كيطيح السكر تروح تاكل زياده وهكذا دواليك. ولا دير لا دوز وخطره دير دوز خطره ما ديرهاش، الطبيب يلقى روحو يزيد في لي دوز وهو ما عباش ما يدير. المهم حكايه كبيره. المهم هذه تاع استشاره هاي باينه. بصح الانسان اللي نلحقوا حنا لدرجه وين نقولوا له نحبسوا لك الانسولين نعاودوا نرجعوا لك الكاشيات. واش معناتها راه يدير دوز تاع انسولين يوميه، المجموع تاع لي دوز تاع النهار راه اقل راني نقول بيان اقل من 0.2 اونيتي بار كيلو
معناتها كيما الحاله تاعها مثلا 60 كيلو 0.2 بار اونيتي كيلو، معناتها راهي اقل من 12 اونيتي نهار كامل. نهار كامل دير بين الرابيد وبين البطيئه اقل من 12 اونيتي، وهكذاك والسكر راه يطيح. تم باش نقولوا بلي نحو الانسولين منذ توا. تسمى باش نعطيك فكره برك شحال مستحيل كاع عندها. ايه راك فهمني المنطق وراه. انا فاهمك، انا فاهمك. دوكا باش نعطيك استنتاجات جزافيه هكذا صراحه ولا غنضرك حتى من حاجه واحده اخرى. شغل ما بيناتنا هو المرض ديجا صعيب، نزيدنا ندخلوا في تفاصيل هكذا. اون بليس رانا لايف قدام دوكا نشوف فيني 186 وما ادراك شكون راح يشوفنا من بعد. فهمتني يا خويا؟ داكور ايه بصح فهمت. لازم تكمل الجرعات. واش راح نقول لك؟ لازم هذه تاع هو كونسلطاسيون ما يطلع نقدر زعما. هو يطلع خلاص، وكي يعاود يهبط ديريكت إيه، على لل20. بالي على بالي. ما انت الطريقه ديجا كيفاش راهي تندر ماهيش منظمه، ماهيش عباك تستعمل انسولين كاع، ماهيش تعرف والفشله الجرعات مع الاكل ماهيش. ايه حكايه كبيره هذه تاع كونسلطاسيون، والله العظيم غير تاع كونسلطاسيون. والله مرحبا بك، والله ما عندكش مرحبا بك صدقني. غير نهضرها بارك لك دي الله فون فيك. ديكا والله العظيم. الله بصح خير. باش ما نقدوش ندخلوا في تفاصيل هذو، ما تاع طبيب والله غير تاع طبيب. ما كافيش اللي نديرو عند طبيب، ما كاينش على اللي نقدر بالي نعملو. النصائح تاعك انت هي شغل عجبوني بزاف. ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يحفظك. لا بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله ان شاء الله يحفظك. ونبارك عندك ان شاء الله. انا ان مسكي شاء كذا. الله ان شاء الله. ونصيحه برك للناس اللي عندهم دابا دو تيب ان يكونوا ديزيكيليبري كيما الحاله اللي تحكي عليها، جينيرالمون يكونوا رقاق زياده، لان هذاك السكر لم ياكلوه راه يدور غير في الدم وما يدخلش داخل الجسم تاعهم، يتسمى لا العضلات لا الشحم تاعهم راهو يستعملوه، وبالتالي ما يتخزنش، وبالتالي ينقص في الميزان لانه الجسم يستعمل طاقه من الخلايا تاعو. على بها فيها مشكل. وعلى بها ثاني صحاب السبور اللي يديروا ميسكيلاسيون واش يروحوا يديروا؟ يروح يدوبي بالانسولين، يدير الانسولين يروح ياكل زياده، بصح هذه فيها خطر كبير عليهم لانه يقدر يطيح لهم السكر، والله ما فاهمين واش راهم يديروا. ربي يجيب الخير وخلاص. ان شاء الله ان شاء الله. بارك بارك الله الله فيك. فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم وبارك وتبع الله فيكم انتم اللي راكم تتبعوا فينا، وان شاء الله يكون لايف هذا فاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحيح. السلام.